إلى الرأي العام استمراراً لنهج السلطات الإيرانية في الاستبداد والقمع والتضييق على الشعب في مجال الحريات العامة، فقد اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية وقتلت تحت التعذيب المواطنة الكردية مهسا أميني لمجرد أنها لم ترتدي الحجاب وفق التعاليم الدينية المتشددة، فاندلعت على أسرها التظاهرات الشعبية في إيران عامة والمدن والمناطق الكردية خاصة. فلجأت الدولة الإيرانية وبالتعليمات من المراجع العليا فيها إلى محاولة قمع الانتفاضة وكم الأفواه والأصوات المنادية بالحرية، واستخدمت كافة أصناف الترهيب والاعتقالات التعسفية وقتل المتظاهرين بالرصاص الحي وبالتشكيل في السجون، حيث استشهد المئات من المنادين بالحرية والتغيير، وتم زج عشرات الآلاف في السجون، حيث تم افتعال حريق في إحدى مراكز الاعتقال التعسفي بهدف إحراق وقتل المعتقلين بهذه الطريقة الوحشية لزرع الخوف في نفوس الناس وردعهم عن التظاهر. وإزاء هذه الأحداث فإننا نحن الحقوقيين والمحامون أعضاء مجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحاميين في إقليم الفرات ندين ونشجب ونستنكر بأشد العبارات هذه الجرائم والانتهاكات اللا إنسانية للدولة الإيرانية وسلطاتها القمعية، والتي تعتبر مخالفة للقوانين الدولية وشرائع وحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة. وأن نهيب بالمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العمل بالوسائل الممكنة للضغط على السلطات الإيرانية ومنعها من الاستمرار في نهجها الإجرامي والدموي اتجاه شعبها ومواطنها، وإطلاق سراح المعتقلين وإفساح المجال أمامهم للتعبير عن الرأي وممارسة الحقوق والحريات التي تصونها القوانين والمواثيق الدولية. المجد كل المجد للانتفاضة الشعب في إيران. مجلس العدالة الاجتماعية، اتحاد المحامين، جنجيانا آزادي، كوباني 19/10/2022.